بص ورايا كده على الشاشه دي، زي ما انت شايف كده كل دي اجتماعات اتحجزت بالذكاء الصناعي. خلينا نشوف اجتماع منهم. الذكاء الصناعي هو اللي كتب اسم العميل، كتب رقم تليفونه، حدد معاه الميعاد. خلينا بقى نبص الشات اللي ما بينهم. خلينا نشوفه في شاشة اكبر. زي ما انت شايف كده الذكاء الصناعي قاعد يقول له اساعدك ازاي، وبعد كده العميل سأله على السعر. الذكاء الصناعي قال له على السعر. بص بقى الحتة دي، العميل قال له السعر غالي قوي، انا محتاج حاجة ارخص. الذكاء الصناعي قعد بقى يقول له مميزات السيستم. المهم العميل اقتنع وقال له ايه، احجز لي ميعاد. خد منه بيانات الشركة وحجز له ميعاد. بص بقى العميل بعت له لايك، غالبا ما كانش عارف اللي هو ذكاء صناعي اصلا. وبعد كده حجز له الميعاد. بص بقى نشوف، خلينا نشوف عمل ايه في السيستم. الذكاء الصناعي هو اللي كاتب كل حاجه، كتب اسمه، ملى البيانات اللي كان خدها من العميل، حط فيرست ميتنج ده رحله العميل، وبعد كده حجز له الميعاد وبعت لي نوتيفيكيشن. اخش انا بقى زي الباشا على الاجتماع على طول. عشان اي ار بي هتحول شركتك لمكنه بيع شغاله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. ولو عاوز تشترك في جيني ار بي ابعت لنا دلوقتي.